لما قلت احمد فتوح هيبقى في نادي الاهلي، الناس قعدت تكذبني. شوف بقى المدرب اللي فاهم، مارسيل كولر، مدرب نادي الاهلي اللي كابتن رضا عبد العال بيقعد يقول عليه ده هجاص وبيقعدوا ينتقدوه لحد يومنا هذا. نفس اللي كان بيحصل مع موسيماني، يصر بقوة على احمد فتوح علشان ده اللي هيكون الصفقة مكان علي معلول. وبيقول لك ان كولر مركز جدا جدا في كل حركات احمد فتوح، وبيتابع اللاعب بقوة ومصر عليه قبل كاس العالم للأندية. يا جماعة احنا مش بنقول اي كلام، نادي الاهلي بيخطط للكبير وبيخطط لحاجات عالمية لأول مرة ممكن نشوفها في تاريخنا. مش هقول لكم خدوا كلامه من البحر، ولكن الكلام ده انا متأكد منه وموثق 100% من داخل نادي الاهلي.